السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الإعدادي، النهارده ميعادنا مع فيديو الحل بتاع الوحدة الثانية الدرس الأول. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف تدريبات الدرس ده بتقول إيه والتركات بتاعته والأسئلة الصعبة، ونعيد ونزيد فيها. وأهم حاجة لو أنت مش فاهم أي سؤال اكتب لي في الكومنت، أنا هشرحه لك يا عم من تاني. وسيبك من دي، لو مش فاهم أي حاجة ارجع للجزئين الأول والثاني، وهفكرك عشان امتحان الشهر خش اتفرج على مراجعه الوحده الاولى، هتكون نزلت باذن الله، عشان امتحانات الشهر بالنسبه لنا مهمه، عشان داخله في الاعمال الفصليه اعمال السنه، عشان نضمن اعلى درجه باذن الله. معاك مستر محمد علاء، ويلا بينا نشوف التدريبات الدرس ده بتقول ايه. يلا بينا بسم الله. قال لك التدريبات بتقول يعد العصر ايه؟ قال لك عصر التاسيس والبناء عند المصريين القدماء. احنا قلنا عصر التاسيس وعصر الوحده هو العصر العتيق، يبقى عصر التاسيس وعصر الوحده هو عصر العتيق. اسس الملك نعرمر عاصمه مصر الموحده في مدينه، قال لك عندنا منفر. طب حلو الكلام. بدأ عصر الدولة القديمة بحكم الأسرة الفرعونية الثالثة اللي هو الملك زوسر. قال لك تطور شكل، قال لك عندنا بناء الأهرامات في عصر الدولة القديمة من الهرم إيه؟ الهرم إيه؟ قال لك من الهرم المدرج إلى الهرم الكامل اللي هو هرم الملك خوفو. قال لك اهتم المصريين ببناء المعابد زي المعابد الجنائزية اللي بتقام فيها الطقوس الدينية على المتوفي، ومعابد الآلهة. قال لك قام الملك خوفو بتشييد الهرم الأكبر، قال لك عندنا على هضبة الجيزة. حلو الكلام، عشان هو مبني في الجيزة. شيد أوسر كاف معابد إيه؟ قال لك معابد الشمس المفتوحة فبصير. حلو الكلام. قال لك عندنا تعالى نكمل. قال لك يشمل عصر الدولة القديمة الأسرات بداية من الأسرة الثالثة حتى نهاية الأسرة الكام؟ عصر الدولة القديمة من الأسرة الثالثة للأسرة السادسة. اهتم المصريين القدماء ببناء الأهرامات منذ عصر الأسرة الثالثة اللي هو الهرم المدرج. محدش يقول لي الأولى، عشان الأولى كانت عبارة عن حجر، فوق عبارة عن حجرة فوقيها حجر، تمام؟ قال لك زاد نفوذ كهنة الإله في نهاية الأسرة الرابعة. كهنة الإله رع اللي هو مين؟ قال لك اللي هو أوسر كاف، خلي بالك من المعلومة دي. قال لك انتشرت الآلات الموسيقية المصرية القديمة في أفريقيا. قال لك تعالى نشوف الاختيارات، شرق غرب شمال جنوب. لا انتشرت، قال لك عندنا في شرق ووسط افريقيا. تغير اسلوب العماره للمقابر الملكيه في عهد الدوله القديمه. ايوه، بدل ما كان عباره عن حجره فوقيها مصطبه تحول ل6 مصاطب ثم تحول للهرم الكامل. يعد الملك خوفو صاحب الهرم المدرج، قال لك بسقاره. غلط، الملك زوسر. ارسل الملك سنفرو 40 سفينه الى بلاد النوبه. لا مش 40 سفينه، مش لبلاد النوبه، لفينيقيا. قال لك شيد الملك اوسركاف هرمي بسقاره. الملك اوسركاف بنى هرمين، قال لك عندنا بسقاره الملك اوسركاف. ايوه تمام. قال لك اهتم ملوك العصر العتيق بالطرق الصحراويه لتامين التجاره. ايوه اهتموا بالطرق الصحراويه. سادت الصداقه والتعاون، قال لك والتبادل الثقافي بين مصر وافريقيا في عصر الدوله القديمه. ايوه. قال لك ازدهرت مصر، قال لك في عهد الملك سنفرو اجتماعيا تجاريا فنيا. ايوه. قال لك بما تفسر سمي عصر الدوله القديمه بعصر بناة الاهرامات. هنقول له كده بسبب كثره الاهرامات التي بنيت في هذا العصر. حلو الكلام، جميل قوي. تعال نكمل. قال لك عندنا اهتمام المصريين في عصر الدولة القديمة بنحت التماثيل الملكية. ليه؟ قال لك لقدسية الملك، إن الملك بالنسبة لنا مقدس. قال لك يعد هرم خوفو وخفرع دليلا على تقدم المصريين. قال لك هرم خوفو وخفرع ليه يا عم؟ قال لك عندنا خوفو، قال لك ده بنى أكبر هرم، يبقى ده تقدم في فن ايه؟ الله ينور عليك على رد، تقدم في فن العماره. اما الملك خفرع اللي هو بيتكلم على بناء الهرم الاوسط، وبيتكلم على كمان بناء ابو الهول، وطالما بناء ابو الهول ده تقدم في فن النحت. تمام. تعال نكمل. قال لك ارسل الملك سنفرو اسطولا بحريا لفينيقيا. ليه؟ قال لك لجلب خشب الارز، يبقى عشان يجلب خشب الارز من فينيقيا. أهمية نصوص الأهرام، قال لك عندنا هي حماية المتوفي في الحياة الأخرى أو في العالم الآخر. حلو. قال لك عندنا نتائج مترتبة على توحيد الملك نعرمر من البلاد. توحيد الملك نعرمر أدى ذلك
قال لك لتوحيد مملكتي الشمال والجنوب، واطلق عليه عصر، الله ينور عليك، التأسيس. يبقى اطلق عليه عصر التأسيس، وبنى العاصمة الموحدة اللي هي منفر، دي العاصمة الموحدة. تقدم المصريين القدماء في فن العمارة والهندسة والفلك. تقدم فن العمارة هنقول له كده حدث تطور في بناء العمارة الملكية، اللي هي اتحولت من حفرة إلى حجرة عليها مصطبة، إلى هرم مدرج، بعد كده إلى هرم كامل. حلو الكلام. قيام الملك وناس بكتابة نصوص الأهرام. قال لك إيه النتيجة المترتبة عليها؟ قال لك أول حاجة مدتنا بالمعلومات العقائدية عن الفراعنة، ادتنا معلومات دينية عن الفراعنة. حلو الكلام. قال لك وطبعا حماية المتوفي، خلي بالك من المعلومات دي. تدهور أحوال مصر الاقتصادية والاجتماعية في نهاية عصر الأسرة الستة، هنقول له كده أدى إلى قيام الثورة الاجتماعية، أدي أول حاجة، قيام الثورة وانتهاء عصر الدولة القديمة، اللي هو عملنا ثورة وانتهت عصر الدولة القديمة. حدد المختلف بين عناصر المجموعة التالية: خفرع، زوسر، منكورع، سنفرو، خوفو. قال لك عندنا المختلف منهم مين؟ قال لك عندنا زوسر ولا خفرع ولا منكورع ولا خوفو. المختلف فيهم قال لك عندنا زوسر، عشان هو الوحيد اللي بنى الهرم المدرج، كلهم بنوا اهرامات كامله على فكره. حجر الديوريت، العاج، لفائف الكتان، الخشب. طبعا لفائف الكتان هي المختلفه، عشان الحجر والعاج والخشب كان بيستخدموا الفنان المصري قال لك في النحت. خلي بالك برضو من المعلومه دي. كده يكون الدرس الاول خلص شرح وحل. يلا بينا بقى، استناني في الدرس الثاني اللي بيتكلم عن عصر الدوله الوسطى. كده اتمنى اكون عند حسن ظني عندكم باذن الله، اللي انا هفضل معاك لحد ليله الامتحان، هشرح معاك وهحل معاك. بس ما تنساش تبقى انت تعمل اللي عليك، انك تذاكر كويس جدا وتتحمل المسؤوليه. ده رقم واحد. رقم اتنين، قال لك وقفت معاك اي حاجه في المنهج، خش كلمني على الواتساب، ابعت لي في الكومنت، وانا اخش باذن الله هرد عليك بنفسي. واهم حاجه تذاكر كويس، ولو في اي جزئيه انت مش فاهمها شوف الاجزاء، شوف اجزاء الشرح عشان تبقى فاهمها، ويكون المنهج معاك سلس وبسيط باذن الله. كان معاك مستر محمد علاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.